ورجعنا لكم من جديد بفيلم هندي جديد. يلا بينا. بيبدأ الفيلم بعصابة بتبقى بتراقب العربية دي، ومرة واحدة بيلبسوا ماسكات وبيشيلوا سلاح وبيروحوا يضربوا البنت اللي جواها اللي اسمها نيها، وبيطلعوها وبيدوها قلم بتوع على الأرض وبياخدوا العربية، بس بتقوم لهم وبتمسك واحد تضربه، فبيخبطوا راسها في العربية وبتقع وبياخدوا العربية، وبتروح المستشفى وبتخرج بعد 10 أيام، وبتروح المعبد وبتبقى حزينة وبتقول للراهب إنها في مشكلة ومحدش جنبها، فبيقول لها ادعي الرب واشكيله هيسخر لك شخص يساعدك. فبتفتكر روني وبيطلع ضابط قوات خاصة في الجيش الهندي، وبيكون في مهمة في كشمير وبيضرب في الإرهابيين، وبيمسك الزعيم بتاعهم، وبيكونوا كتير بس خايفين منه، وبيربط زعيمهم في العربية وبيخرج وسطهم ولا حد بيقدر يقف قدامه. ولما بيرجع المعسكر زميله بيقول له تليفونك ما بطلش رن، فبيمسك تليفونه وبتطلع نيها وبتقول له محتاجالك، فصاحبه بيقول له ما تروح لهاش بقالها 4 سنين ناسياك وتفتكرك دلوقتي. بس روني بيحن لها وبيطلع صورها وبيفتكرها وبيقرر يروح لها، وبيروح يطلب اجازه، بس القائد بيقول له ليه؟ فبيقول له ظروف، فبيقول له مفيش في الجيش ظروف، فبيقول له بقالي 4 سنين ما خدتش اجازه، فبيقول له زمانك نسيت التعامل مع الناس، فبيقول له هتعامل من تاني، فبيديله 7 ايام وبيقول له تكون قدامي في فجر اليوم الثامن. وروني بيقدم له تحيه، وتاني يوم بيركب الاتوبيس وفي طريق بيفكر فيها، وفي اول يوم عرفها فيه اما صاحبتها بتجيب لها رقمه وبتوريه لها وبترن عليه وبتفضل تعاكس فيه، فبيقول لها انت مين؟ فبتقول له انت بتكلم اي بنت تقول لك اسمها؟ فبيقول لها انتم مفكرين نفسكم بنات اصلا؟ فنيها بتقول له انت لو شفتني هتقع في حبي، وفعلا لما بيشوفها بيحبها وبيسرح في جمالها، وهي بتعجب بيه وبتمشي وبتروح تكلم ابوها وبيقول لها جايب لك عريس اسمه شيكار. بس فجأة روني بيجي لها وهي وابوها بيستغربوا لما بيشوفوه، وهو بيقول لها عاجبني تفكيرك واختلافك عن باقي طلاب، وعاجبني قلبك الابيض لما دفعت لصاحبتك المصاريف، وعجباني ابتسامتك. بس ابوها بيطلع له فبيسلم عليه وبيقول له افتكرني لان هتقابلني كتير، وبيقول له انا اسمي روني، وابوها بيقول لها ابعدي عنه. وتاني يوم بيكون بيلعب السله مع اصحابه، فنيها بتروح له وبتاخد الكوره وبتقول له اسمع انا ما حبيتش اللي عملته قدام ابويا، بس عجبتني شجاعتك وانك بتقول اللي في قلبك، وبتكتب له رقم له على الكوره وبتقول له بكلمني بيني وبينك، وبتلف وشها وبتضحك، وبعدها بيفضلوا يكلموا وبيقربوا اكتر من بعض وبيخرجوا سوا، وبيقول لها بحبك، بس بتقول له انها خايفه انه يسيبها، فبيقول لها هفضل جنبك للابد. وبالليل بيروحوا فرح واحد صاحبهم وبيرقصوا مع بعض، بس فجاه ابوها بيجي وبياخدها ويمشي، بس روني بيمسك ايديها وبيقول له انا بحب نيها، فبيضربوا بالقلم ونيها بتتصدم وابوها بياخدها ويمشوا. وتاني يوم جرس الباب بيرن، واما بيفتح بيكون نيها وبتكون جايبه فستان احمر وبتقول له تتجوزني يا روني، فبيفرح وبيشيلها، وبيروحوا يشتروا طلبات الجواز وبيكون صحابهم معاهم، وبيروحوا يتجوزوا وبيكونوا فرحانين وبياخدوا بركه الكاهن. بس صاحبتها بتقول لها ابوكي بيتصل بيكي، فلما بترد بتلاقيه في المستشفى، فروني بيوصلها، ولما بتدخل بيكلمها وبيقول لها سيب الخط مفتوح، فبتسيب الخط مفتوح وبتدخل لابوها، فبيقول لها انه مريض وحالته خطيره. ولما بيشوف غواش الفرح في ايدها بيقول لها انت بتتجوزي وبيعيط، فبتحضنه وبتقفل الخط في وش روني، فبيفهم انها ثبته وبيدخل الجيش وبيتدرب تدريب من نار. واما بيخلص تفكير فيها بيكون وصل وبينزل من العربيه وبيروح لها المكان اللي هيقابلها فيه، وبيدخل وبيفضل يدور عليها، بس بيشوفها وبيروح لها وبيكون فرحان عشان شافها، وبيسالها عن اللي في وشها وبتتخض لما طبق بيتكسر. فروني بيستغرب بس هي بتقول له انت اتغيرت، فبيقول لها انا بقيت ضابط في الجيش، فبتقول له انت كنت بتحب كرة السله، فبيقول لها كل حاجه اتغيرت من 4 سنين، فبتقول له انت اتجوزت، فبيقول لها لا وانتي، فبتقول له اه، فبيزعل وبيقول لها ليه افتكرتيني تاني بعد 4 سنين، فبتحكي له ان كان عندها بنت صغيره وفي يوم كانت بتوصلها للمدرسه وما كانتش عايزه تنزل، ففضلت تقنع فيها وتقول لها هيبقى عندك اصحاب، فبتوافق وبتبقى هتنزل، بس بيهجم عليها عصابه وبيخطفوا بنتها، وبتقول لروني رجع لي بنتي، وبتفضل تترجاه، وروني بيبقى متفاجئ من اللي بيسمعه منها وبيزعل على الحاله اللي وصلت لها، وطول ما هو ماشي بيفكر فيها وبيتخيلها، وبيروح وبيقرر يساعدها، وبيشوف عربيه يأجرها وبيروح لصاحب العربيه، فبيقول له وريني بطاقتك، فبيعرف انه ضابط في الجيش، فبيقول له انا بحترم ضباط الجيش لانهم بيقدموا حياتهم فداء الوطن، وبيدي له احسن عربيه، فبيروح لنيها وبتقول له انت وعدتني تفضل جنبي، وبتوري له صوره ريا بنتها، وبتقول له انها دورت عليها في كل مكان ومفيش حد ساعدها، فبيقول لها فين جوزك شيكار، فبتقول له تعب من التدوير عليها، فبيقول لها ما بلغتيش الشرطه، فبتقول له انها بلغت بس قالوا لها ما وصلناش لحاجه وهنقفل القضيه، فبياخدها على الاسم وبيدخلوا، فالظابط بيقول لها كنا مستنيينك، وبيديها ورق القضيه وبيقول لها وقع عشان نقفلها، فروني بيشوف ورق القضيه وبيعرف مكان المدرسه، بس الظابط بياخد الورق منه وبيقول له انت مش في مكتبه، فروني بيقول له بنتها مخطوفه وانتوا ما عملتولهاش حاجه، فبيقول لنيها سكاتي اللي انت جايباه معاكي ده، وبيقول لها مش هنعرف نعمل لك حاجه، وبيخبطها في رجليها، فروني
فروني بيقول له ارجع مكانك، فبيخبطها تاني. فروني بيكسر له اسنانه وبيدخله في الازاز وبيمسكه ويكتفه وبيرميه على الارض، وبيمسك العصايه وبيرمي واحد على المكتبه وبيطير الباقي بيلبسهم في الحديد، وبيضرب ده بالبندقيه في رجليه وبيكسر بيه ترابيزه، وعلم الهند بيكون هيقع فبيمسكه يحطه على المكتب وبيطير على الظابط ده وبيلزقه في الارض، وبيلحق الطاقيه اللي عليها شعار الهند وبيبقى هيموت الظابط فنيها بتصرخ، فبيلحقه بيوقف ضرب وبيخلي الظباط يمسكوه وبياخدوه يربطوه وبيفضلوا يضربوا فيه ويعذبوه، وروني ولا بيتاثر وبيبقى انشف من الحديد. بس فجاه بيعرفوا انه ظابط جيش، فالظابط بيقول له ليه ما عرفتناش وسبتنا نعذبك؟ فبيقول له تعذيبكم ده تدريب بالنسبه لي. وفي الوقت ده بيوصل النائب شير وبيدخل القسم وبيطلب يجيبوا له روني. العسكري بيروح السجن وبيخليهم يفكوا روني، وبيروح للنائب فبيقول له ازاي انت ظابط جيش وما بتحترمش الشرطه؟ فبيقول له نسي واجبه وكنت بفكره. فبيقول له انت مين عشان تعمل كده؟ فبيقول له انا محصن وما ينفعش تقبض على ظابط جيش. فبيقول له بس انت في اجازه فتتعامل زي المدنيين. وفجاه القائد بيرن على النائب فبيكلم روني وبيقول له اخليهم يخرجوك بس هحاسبك لما تجيلي. والنائب بيقول له حظك حلو ان القائد كلمنا، وبيقول له ما تكررهاش تاني. وروني بيطلع وبيروح لمدرسه ريا وبيقول للمديره اتخطف من عندكم طفله صغيره، فبتقول له ما حصلش ابدا. فبيوري لها صورتها فبتقول له ما كانتش في مدرستي اصلا. فبيطلع محبط من عندها، بس بيشوف شركه كاميرات قدام المدرسه فبيقول للمدير عايز ارجع الكاميرات عشان في بنت اتخطفت. بس المدير بيقول له انت شرطه؟ فبيقول له انا صديق للعيله. فبيقول للحارس يطرده، فروني بيركب عربيته وبيمشي وبيروح لنيها وبيقول لها انا رحت مدرسه ريا، وبيحكي لها اللي قالته المديره. فبتقول له هي اكيد مش عايزه تورط نفسها. فبيقول لها طب ممكن اكلم شكار؟ فبتقول له ما ينفعش هو ما يعرفش اللي بينا. فبيطلب منها صوره لبنتها، فبتقول له مش معايا. فبيقول لها معكيش في البيت كله ولا حتى صوره واحده. وفجاه صاني اخو شكار بيجي، ولما بتشوفه بتقول لروني يمشي عشان ما ينفعش يشوفه. وروني بيشوفه شايل مسدس وشكله مش مظبوط، وبيطلع لنيها وبتفتح لها وبيقول لها ازيك يا بيبي، وبيدخل عندها وبيقول لها اخويا قال لي راقبك وبيعمل حركات غريبه. وروني بيرجع يراقبه وهو بيطلع مخدرات وبياخدها. ونيها لما بتشوفه بتتصدم وبتقول له اطلع بره. فبيقول لها همشي بس هرجع لك تاني. وهو بيطلع وروني بيدخل على طول وبيقول لها اديني عنوانه ورقمه عشان اوقفه عند حده. ولما بيخرج من عندها بيقابل جارهم وبيقول له اخر مره شفت بنتهم امتى؟ فبيقول له هما ما عندهمش بنت اصلا. ولما بيجي له تليفون روني بيختفي من قدامه وبيروح يتصل بصاني وبيقول له عايز اتكلم معاك في موضوع خطف بنت اخوك. فبيقول له انت ظابط؟ فروني بيقول له لا انا صحفي. فبيقفل الخط. وفجاه بيقابل واحد صاحبه وبيعزمه على فرحه، وروني بيروح واصحابه بيسلموا عليه، بس هو بيكون سرحان في موضوع نيها. وفجاه بيخبط في واحد بيشرب وبيقع منه الكارنيه بتاعه وبيطلع انه ظابط. فروني بيستغل كارنيه وبيروح لشركه الكاميرات اللي قدام المدرسه وبيطلع كارنيه وبيقول للحارس عايز اراجع كاميرات، وبيدخل على اوضه كاميرات وبيطلب من الحارس يشغل له اليوم اللي حصل فيه الخطف، وبيلاقي ان محذوف منه 3 ساعات. فبيراجع اليوم اللي قبله وبيشوف صاني وبيتصدم، وبيقول للحارس هلاقي فين ال3 ساعات المفقودين؟ فبيقول له موجودين عند المدير. فبيديله فلوس وبيقول له اما تجيبهم اتصل بيا. في الوقت ده بيكون جه السجن ظابط جديد اسمه سانج وبيتعرف على ضباط القسم، بس واحد بيقول له كلم النائب. فبيروح له وبيقول له اقعد، ولما بيقعد بيفضل يبص له باستغراب وبيقول له ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ فبيقول له كان عندي مهمه وسط المدمنين ولبست زيهم، وبيفضل يضحك. فالنائب بيقول له طريقه شغلك غلط وباعتبارك ظابط فلازم تهتم بشكلك وسمعتك. فبيقول له اكون عند حسن ظنك يا فندم وبيسيبه يمشي. في الوقت ده روني بيراقب صاني وبيفضل يمشي وراه، وصاني ورجالته بيفضلوا ماشيين. وفجاه بيدخلوا المكان ده وروني بيدخل وراهم وبيطلع على السطح وبيلاقي عثمان رايح لهم فبيتصدم، وعثمان بيديهم مخدرات وبيدوا له فلوس وبيمشي. وفجاه بيختفوا من قدام روني وبيفضل يدور عليهم، ومره واحده بيرفعوا عليه سلاح فروني بيضربهم وبياخد منه السلاح وبيرفعوا عليه وبيقول له فين ريا؟ فبيقول له معرفش اي حاجه. فروني بيتضايق وبيروح لعثمان وبيقول له مين اللي كنت معاهم؟ وبيفضي كيس الفلوس وبيقول له تعرف صاني؟ فبيقول له انا تاجر مخدرات ومعايا سلاح، وبيقول له فكر في اي خطوه قبل ما تعملها. وفجاه بيوصلوا الراجلين اللي روني ضربهم ومعاهم رجاله كتير وبيكونوا عايزين يضربوا روني، بس عثمان بيجري يقفل الباب الحديد وبيقول لهم ما كانش يقصدكم وكان عايزني انا. فبيقولوا له المره الجايه هنقتلك وبيمشوا. وبعدها عثمان بيقول له ليه بتعمل كل ده؟ فبيوري له صوره ريا. فبيقول له زي ما انت شايف ما عنديش اي اطفال، وبيقول له ما تعرضش نفسك للخطر انا قلقان عليك. فبيقول له قلقان عليا وعارفني من يومين، لكن انا اعرف ام طفله من سنين كتير. وبيروح ينزل اعلان في الجرايد وبيحط فيه صوره ليها ورقم تليفونه. فنيا بتشوف الاعلان وبتزعق لروني وبتقول له كده اللي خطفها مش هيرجعها. فروني بيحط مكافاه ماليه للي يلاقيها، بس كل اللي بيكلموا بيكونوا عايزين الفلوس وما يعرفوش مين ريا اصلا. بس في واحد بيكلمه وبيقول له عايز اقابلك، وبيقول له من 6 شهور كنا عند الشاطئ وريا اتخطفت مني. وروني بيفضل يبص على صورها وبيقول له اللي انت مش موجود معاها في ولا صوره.
الصوره، فبيقول له انا معايا صور تانية وانا موجود معاها. فروني بيشك فيه وبيكتفه على ترابيزه، فبيوري له شهاده ميلاد ريا، وفجاه بيرن عليه شيكار وبيقول له عايز اقابلك. فروني بيركب العربيه وبيروح له، ولما بيشوفه بيقول له تعرف نيها منين؟ فبيقول له بينا اصدقاء مشتركه وعرفتني ان بنتها مخطوفه فقررت اساعدها. فالشيكار بيقول له لما شفت الاعلان اتصدمت لان ما عندناش اطفال اصلا. فروني بيتصدم جدا، وشيكار بيقول له في يوم نيها تعرضت للسرقه وهجموا عليها عصابه وضربوها بعنف على راسها، وفضلت في غيبوبه لمده 10 ايام، ولما فقد فضلت تقول فين ريا، وبقى تسال كل الناس عليها، وحالتها بقت صعبه وبقى صعب التعامل معاها، وبقت بتتعصب طول الوقت. وبيقول ان تشخص حالتها ان عندها تروما بعد الصدمه، وما استحملتش الصدمه وراحت بلغت الشرطه، والشرطه شكت ان انا السبب في البدايه، لكن اكتشفوا انهم بيدوروا على كذبه، لان الحقيقه ان احنا ما عندناش بنت اسمها ريا. وروني بيصدق كلامه وبيتاسف له. في الوقت ده الحارس بيكلمه وبيقول له انا جبت 3 ساعات. فروني بيروح له جري وبيشوف العصابه وهم بيهجموا على نيها، بس ما بيشوفش اي طفله في العربيه، فبيتعصب جدا وبيركب العربيه وبيفضل يفكر لما طلب من نيها صور لريا وما كانتش معاها، والمديره اما قالت ما فيش طفله بالاسم ده، واما زعقت له عشان نشر اعلان في الجرايد. وبيروح لها وبيقول لها انا رجعت كاميرات وما شفتش اي طفله في العربيه، فبتقول له كانت في الكنبه اللي ورا، فبيتعصب وبيرمي المفاتيح على الارض وبيقول لها انت ما عندكيش طفله، فبتزعق له وبتقول له امشي وسيبني. فبيروح ياخد المفاتيح، بس بيشوف علامات نمو طفله ومكتوب عليها اسم ريا، وبيقول يعني نيها معقول بتقول الحقيقه؟ بس في الوقت ده نيها بترمي نفسها، وروني ما بيلحقش منها غير الشال بتاعها، وبينزل وراها جري بس بتكون ماتت، وبيركب العربيه وبيعيط وبيفتكرها وهي بتقول كلهم كدابين، وبيمسك الشال بتاعها. وتاني يوم سانج بيحقق في الموضوع وبيستجوب شيكار بس ما بيطلعش منه بحاجه، وبيشوف الكاميرات وبيقرر يشتغل عليها، وبيجيبوا له تليفون نيها. في الوقت ده روني بيكون زعلان وبيفكر في نيها، وفي الاسم العسكري بيجيب لسانج اخر مكالمات عملتها نيها، وبتكون اخر مكالمات مع روني، فبيروح له على طول، والجرس بيرن عند روني، فبيصحى من البانيو وبيروح يفتح، بس بيكون عثمان وبيقول له عايز اكلم معاك، وبيقول له لما وريتني صوره الطفله الصغيره لو كنت قلت الحقيقه وقتها ما كانتش مامتها ماتت. فروني بيتصدم وبيمسك فيه، وعثمان بيقول له ما كانتش بتكذب في كل اللي قالته، وبيقول له في يوم رحت لصاني اخلص معاه صفقه وشفت عربيات جايه، ولقيته بيزعق لواحد وبيقول له هات طفله، وشفته جايب له طفله صغيره، واما سالته مين دي قال لي لو فتحت بقك هقتلك، وطلع لي مسدس فخفت، بس ما كنتش اعرف ان امها هتموت نفسها. وبيقول له انا مستعد لاي عقاب بس انقذ طفله. وروني بيقول له الاقيها فين؟ فبيقول له صاني عارف. في الوقت ده شيكار بيبعت الاثنين دول يقتلوا روني، وبيجهزوا المشنقه، بس بيدخلوا شقه تانية وبيقتلوا واحد تاني بالغلط. واما بيطلع روني وعثمان بيسمعوا صريخ وبيلاقوا فعلا قتلوا واحد تاني بدل روني، وروني بيزعل اكتر وبيقول لازم نروح لصاني بسرعه، وبيركبوا الاسانسير مع الاثنين اللي شيكار بعتهم، وسانج بيرن عليه وبيقول له انت فين؟ فبيقول له في الفندق، فبيقول له ما تتحركش انا جاي لك، بس ما بيستناهوش وبيروح لصاني، وبيخرج من باب وسانج بيدخل من الباب تاني، وصاني بيكون في المكان ده وروني بيروح له، واول ما بيشوفه بيمسك فيه وبيقول له فين ريا؟ فبيقول لرجالته يخلصوا عليه، بس روني بيضربهم وبيرمي واحد على ترابيزه وبيوقع الاثنين دول، وصاني بيهرب، بس روني بيجري وبيجيبه، فواحد بيشد روني، فروني بيشيله وبيرميه على الارض، وبيضرب ده بالعصايه وبيضرب ده بالرجل بيطيره، وصاني بيهرب وروني بيجري وراه وبيطلع بره، بس روني ما بيسيبهوش، وبيجري وسط الناس في الشارع، وسانج بيكون رايح لهم وبيوقع المواسير دي، بس روني بيبعد، وبعدها بيتشعلق في اتوبيس وبيطلع فوق، فروني بينط على العربيه وبيطلع له، فصاني بيشوفه بينزل، وروني بينزل وراه وبيتشقلب من على العربيه دي، وعربيه بتخبطه بس ما بيحصلوش حاجه، وصاني بيتعب من الجري وروني بيمسكه وبينزل فيه ضرب، بس الشرطه بتوصل وبتشد روني وبيقبضوا عليه، وسانج بيقول له مش قلت لك استنى في الفندق؟ فبيقول له عايزنا استنى لحد ما يموت ريا، فبيقول له انت كنت عند نيها لحظه ما انتحرت؟ فبيقول له اعتبر اللي اتخطفت دي بنتك، فبيحطه في السجن، وروني بيفضل يزعق وبيقول انتوا بتسجنوا الابرياء وبتسيبوا الفاسدين، فبيقول له بطل زعيق عشان ما اضربكش واعلمك الادب، فروني بيقول له انت بتقول كده عشان حابسني، فبيتعصب وبيرمي الملف وبيفتح وبيدخل له، وروني بيمسكه، بس سانج بيلف دراعه وبيلزقه في الحديد، بس روني بيكسر له دراعه وبيطيره على الحيطه، بس النائب شير بيوصل، وروني بيقول لهم خدوا رشوه قد ايه؟ فالنائب بيقول له قصدك ايه؟ فبيقول لهم صاني هو المجرم وانتوا سايبينه، فبيقول له ايه الدليل؟ فبيقول له عثمان، فبيجيبوا عثمان، وبيقول له انت فعلا شفت صاني خاطف ريا؟ فبيقول له انا فعلا شفت طفله هناك، فبيقول له تشهد بكده في المحكمه؟ فبيقول له ايوه، فبيقول هاتوا صاني، فبيجيبوا صاني، وسانج بيقول له انا هستجوبه، بس النائب بيقول له انا اللي هستجوبه، وبيدخل له وبيقول له هسالك سؤال واحد فين ريا؟ فبيفضل يدور في جيوبه وبيضحك، وبيطلب من النائب سجاره وبيتعصب وبيبقى هيضربه، بس سانج
بيتدخل وبيكون هيضربه بالمسدس، فبيقول له ما تتدخلش انا بحقق معاه. بس صاني بيبقى خد مسدس النائب وبيرفعه عليه، بس بيكون معاه مسدس تاني وبيقتله. بس روني ما بيبقاش عايزه يموت عشان يعرف مكان ريا وبيفضل يصرخ. وتاني يوم النائب بيقعد مع روني، وروني بيقول له صاني الوحيد اللي كان عارف مكان ريا ومتاكد ان شيكار يعرف الحقيقه، اقبض عليه وكل حاجه هتوضح. فالنائب بيقول له ما ينفعش نقبض على حد من غير دليل، وبيقول له ابعد انت واديني 12 ساعه وانا هحل القضيه. فروني بيسيبه ويمشي. في الوقت ده عثمان بيبقى بيقفل وهيروح، بس بيروحوا له الاثنين دول وبيوقعوا منه العكاز وبيوقعوه على الارض وبيرفعوا عليه مسدس وبيكسروا له ايديه ورجليه. بس بيسمعوا صوت روني بيستخبوا، وروني بيشوف عثمان واقع على الارض فبيجري عليه، وعثمان بيحذره منهم. بس بيجوا من ورا روني وبيخنقوه بالجنزير، بس روني بيفك نفسه وبيلف لهم، بس بيبقوا اختفوا وبيرجعوا وبيضربوه في ظهره وبيلزقوه في الحديد، بس بيختفوا تاني وبيظهروا وبيفضلوا يضربوا في روني وبيضربوه في دماغه وبيلزقوه في العربيه. بس روني بيفوق لهم وبيوقعهم على الارض وبيلزقهم في العربيه وبينفض ده وبيوقع ده على البرميل وبيلزقه في العربيه وبيهرسوا بالبرميل وبيشيل انبوبه الاكسجين دي وبيرميها على الراجل ده وبيكسر لهم ايديهم ورجليهم زي ما عملوا في عثمان، وبيجري على عثمان بس بيكون مات. وبيجي رساله على تليفون واحد من العصابه وبتطلع من النائب شير، وبيبقى بعت لهم صوره روني وبيقول لهم خلصوا عليه. وروني بيفهم انه كان بيصوره وان هو سبب كل اللي بيحصل، وبيقول لواحد الاقيه فين، فبيقولوا له في الغابه، وبيقولوا له هناك رجاله مسلحين ورجاله جيش، وفي وسط دول هتلاقي مخبأ شير. فروني بيخلص عليه وبيروح على الغابه، وسانجي بيبقى بيراجع الكاميرات وبيشوف روني كان موجود ساعه ما نيها ماتت، فبيبعت له قوه من الاسم وبيوقفوا روني بس بيدخلهم في بعض، وبيطير يدخل الغابه وبيقوم زي الاسد وبيلاقي جرح في دراعه فبيلفه بشان نيها، وبيخرج مره واحده على الراجل ده وبيضربه وبيلبس ده في الشجره وبيضرب ده بالرجل وبيقلب ده الناحيه تانية وبيغرز راس ده في الارض وبيذبح دول بالسكينه وبياخد من ده القنبله وبيرميها عليهم، والباقيين بيدور عليهم بس روني بيظهر لهم وبيقتلهم كلهم وبيظهر لدول وبيرميهم على الارض وبيطير ده في الميه وبيراقب دول وبيطلع لهم مره واحده وبيرميهم كلهم في الميه. وبيوصل قائد روني وبيقابل سانج وبيقول له مسكته روني، فبيقول له لسه بس قريب هنمسكه ونقتله. فبيقول له انت فهمت غلط، انا مش جاي انقذه منكم، انا جيت احذركم منه لانه بيساوي جيش باكمله. فسانج بيقول له اوعدك هضرب الرصاصه الاولى. في الوقت ده روني بيوصل لمخزن السلاح وبيدلوا عليه بنزين وبياخد اسلحه وقنابل وسكاكين ورشاشات وبيفجر باقي المخزن وبيطلع عليهم بالرشاشات وبيحارب المعسكر كله لوحده بيموت فيهم، بس الرشاش بيفضى فبيرمي عليهم قنابل وبيفجرهم وبينط من فوق الساتر وبيهرب من ضرب النار وبينط على العربيه دي وبيضرب الاثنين دول وبيضرب ده في دماغه وبيشقلبه على الارض وبيضرب ده بالبندقيه وبيكسر رقبه ده وبيطير ده على الارض وبيقطع له تيشيرت، فبيضربهم بالمسدس وبيوقع دول من على السلم وبيمسك الحبل وبيطير وبيفتح عليهم النار وبيخلص على كتير منهم. وفجاه بتيجي طيارتين فيهم طياره فيها مدفع رشاش وبيشغلوا المدفع وروني بيهرب من طلقات وبينط عليهم وبيرمي اتنين من الطياره وبيضرب اللي ماسك المدفع وبيوقع منه السلاح وبيجيب السكينه فيه وبيهاجمه بالسكينه بس بياخدها منه وبيدخلها في رقبته وبيرمي من الطياره وبيشغل المدفع وبيفجر بيه طياره تانية وبيموت السواق وبيسوق هو وبيكمل تدمير في المعسكر وبيفجره بالكامل. بس بيكون في لسه ناس عايشين وبيضربوا على طياره وبيوقعوها وروني بيخرج منها وبتنفجر وبيروح مخبأ شير وبيضرب الحراس وبيخبطهم في بعض وبيكسر كتف الراجل ده وبيرميه على الارض وبيضرب الاتنين دول وبيكون تعب من كتر الضرب وبيضربه واحد بسكينه في ظهره، ولما بيلف له بيهجم عليه بس روني بيمسكه وبيضرب روني في دماغه فبيفقد الوعي وروني بيخلص عليه، وشير بيركب كاتم للسلاح وبيبعت له ناس يكتفوه بس روني بيكسر رجلهم كلهم وبيشوف الراجل اللي كان بيقول انه ابو ريا فبيضربه تحت الحزام وبيقول له كده مش هتبقى اب تاني. بس فجاه شير بيضربه بالمسدس وروني بيروح له بس بيضربه وبيكسر الترابيزه عليه وبيرميه على الارض وبيقول له روني انا قلت لك خليك بعيد. فروني بيقول له فين ريا، فبيقول له ريا عايشه وبيحكي له ان وظيفته ما كانتش مكفياه وكان بيدور على دخل اكبر. وفي يوم راح لصاني علشان يخلص صفقه بس سمع صوت طفله وواحد كان رافع عليها السلاح فقتل ونقذ طفله، وبيقول له بعدها رحت اعرف شيكار وقلت له اخوك خطف بنتك، بس شيكار قال له انا اللي طلبت منه يعمل كده. فبيقول له انا في الوقت ده كنت مستني بضاعه توصل وشيكار كان صاحب شركه الشحن فقررت اخد الطفله منه وقلت له اول ما توصل لي البضاعه هرجعها لك. وبيقول له انا مش عايز اقتل ريا، شيكار اللي كان عايز وقرر يمحي اي اثر ليها وولع في كل حاجتها وكان عايز يطلع نيها مجنونه، واتفق مع كل الناس انهم يخبوا موضوع ريا عن نيها، واتفق مع الحارس والمديره ومسح 3 ساعات وامر الضابط يقفل القضيه وطلب من صاني يطلع سلاحه. فروني بيقول له انت عملت كل شيء صح لكن اخترت طفله الغلط، وبيمسكه من رقبته وبيرميه على ترابيزه وبعدها بيرميه على الحيطه، وشير بياخد المسدس وبيرفعه على روني لكن سانجي بيقتله، وروني بيفضل يقول له فين ريا والقائد بتاعه بيجي وبيشوف ريا نازله من عند شير فبيغمى عليه، وسانجي بيحكي لروني وبيقول له
لما حققت مع شكار قال له انه في يوم راح لدكتوره وقالت له انه ما بيخلفش، فضحك وقال لها انا عندي طفله، فالدكتوره قالت له مستحيل. ومن بعدها شكار قرر يخلص من نيها وريا، وبيقول له روني اتمنى تكون فهمت ليه نيها طلبت مساعدتك، وبياخده يوديه ريا وبيشوفها وبيروح ياخدها وبيروح البيت وبيتخيل نيها معاهم. وكده خلص الفيلم. ما تنساش لايك للفيلم واشتراك في القناه عشان نخش على الفيلم اللي وراه. سلام عليكم.